الشغل عشان اكل انا وانت. حبيب قلبي يا عبد الله، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. بس انت يا حبيبي انا عايزك لما تجوع وانا في الشغل ما تستنانيش كل. هتقعد تستناني ليه؟ انا بقول لك انا مش انت بتبقى قاعد عشان تذاكر؟ انا اللي كل عايزه منك دلوقتي تقعد تذاكر تهتم بتعليمك. انت لما تنجح انا خلاص انا كده نجحت، انا ببقى مبسوط. انا مش عايز حاجه من الدنيا الا اشوفك انت شبعان وناجح وكويس وشايف مستقبلك، هي دي فرحتي. ربنا يبارك فيك. يلا خد يلا. طب هو مفيش فراخ تاني؟ لا يا ماما. هي دي اخر حاجه في البيت؟ مفيش. مفيش؟ كل يا ماما. خلاص يا حبيبي خدها ليك انت بالهنا والشفا. لا يا بابا خدها. خلاص انت بقولك لما انت تاكل انا اكلت انا شبعت، لما انت تنجح ابقى انا نجحت. شكرا. فاهم؟ ربنا يبارك فيك يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المهم انت عامل ايه في التعليم بتاعك؟ انت حبيبي اهم حاجة عندي يابا. انا رايح اشرب يا بابا. ماشي يا حبيبي. طبعا يا حبايبي انتوا مستغربين من اللي انا عملته. انا عايز محدش يستغرب، احنا كلنا اهالينا عملوا معانا كده. انا لما ابني ياكل ويشبع يبقى انا شبعت. الكلام ده حقيقي، وهتلاقي اهاليكم كلهم عملوا معاكم كده. لما تذاكر وتنجح وتهتم بدراستك وتعليمك ابوك هيفرح، هيديك كل اللي انت عايزه. مش اللي انت عايزه، كل اللي هو يقدر عليه. مش معنى ان هو مش قادر يديك كل اللي انت عايزه يبقى هو رافض. هو ابوك ممكن يكون على قد حاله بس هي دي امكانياته. انت لازم تحترم والدك وتقدره وتعمل بكل اللي ابوك بيعمله. اللي ابوك عايزه منك انت لازم تعمله علشان تخلي ابوك يفرح بيك.